يلا نعمل مع بعض كده حاجة للجو اللي احنا فيه دوت، ومش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقايق، وتحفة اللهم بارك، وكلها دايبة ببعضها زي ما انتم شايفين. يلا نسمي بالله كده ونصلي على الرسول ونبتدي كده وصفتنا. اول حاجة كده اهوت معايا 5 اكياس من بسكوت الأولكر. ده بسكوت شاي سادة، لو انت حابة اي نوع بسكوت انت بتحبيه مفيش مشكلة. انا بحب النوعية ديت لانه البسكوتة بتاعته خفيفة وسكرها يعني مظبوط. جبت كده هو 3 اكياس من البسكوت في الاول، وجبت قالب وبايركس وحطيت فيه ال3 اكياس. وزعت ال3 اكياس كده هوت في قاع القالب. وهبتدي بقى معايا كده نص كوباية من الحليب الساقع، وهاخد بقى الحليب دوت، وهبتدي اسقسق كده البسكوت او اشربه كده، بس عايزه يعني تشريبه خفيفه، مش عايزه ان انا املاه باللبن علشان ما يدوبش معايا خالص. انا عايزاه يبقى البسكوتيه برضو متماسكه. سقيته كده باللبن زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هركن طبعا بقى القالب بتاعي دوت كده على جنب، وهركن كيسين البسكوت اللي فاضلين معايا برضو على جنب. ركنت بقى القالب والبسكوت على جنب، وهبتدي اجيب معايا بولة تانية، وهنزل فيها بحوالي 3 معالق كبار من السكر، اللي هي معلقة الأكل ديت. وهنزل عليها ب3 معالق من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، و3 معالق من الكريمة البياستر. والكريمة البياستر دي لو مش موجودة عندك ممكن عادي خالص تستغني عنها، بس أنا حطيتها، هي بتقل القوام وبتكتر الكمية جدا. ونزلت كده بحوالي نص كوباية من الحليب المتلج. وهضرب الكلام ده كله بقى بالمضرب الكهربائي. طبعا انت ممكن تضربها بمضرب سلك، المضرب الكهربائي اللي موجود عندك. ضربت الكريم شانتيه معايا بالمضرب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، والكمية معايا كانت اللهم بارك. وده برضو تأثير الكريمة البيستر، هي اللي بتقل القوام بتكتر الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه. هاخد بقى كده كمية من الكريم شانتيه هوزعها على البسكوت بتاعي بعد ما كان طري شوية كده، بس هو ما دابش خالص، هو طري يا دوبك. انا عايزاه يكون متماسك لان هو هيطرى وهيدوب من الكريم شانتيه. وزعت كده كمية من الكريم شانتيه على البسكوت بالشكل اللي انتي شايفاه. وعملت طبقة من الكريمة، وزعت طبقة الكريمة كده وهبتدي بقى اجيب معايا كيسين البسكوت المتبقيين معايا، وهوزعهم برضو على طبقة الكريمة، يعني طبقة من البسكوت وطبقة من الكريمة. وهنرجع هكذا نحط طبقة من البسكوت، وهنحط طبقة كمان من الكريمة. حطيت طبقة الكريمة ديت اللهم بارك، الكمية بتاعت الكريم شانتيه دي عملت معايا قلبين. حطيت بقى كمية الكريم شانتيه ودخلته التلاجة علشان يتماسك ويسقع. وجبت معايا كسرولة كده ونزلت فيها ب3 معالق من السكر، 3 معالق من النشا، و3 معالق من الأسفة من الكاكاو الاسباني الغير محلى. ونزلت عليهم بكوبايه من الحليب. هنا ما حطيتش اي ماده دهنيه. ودوبت الكلام ده كله كده على البارد، ورفعتها على النار لغايه قوام ما تقل معايا. عندك قطعه زبده او معلقه قشطه ممكن تحطيها تعزز الطعم. سبتها كده لما هديت شويه، وكان القالب بتاعي كان ساقع في التلاجة. ووزعت كميه الشوكولاته بتاعتي. عملت شوكولاته طعمها خطير وسهله جدا ب3 معالق من النشا، و3 معالق من الكاكاو، و3 معالق من السكر. ووزعت بقى كميه الشوكولاته كده بالتساوي زي ما انت شايفه. وكان عندي كده كام بسكوتة لوتس، قلت احطها كده بس تدي شكل للقالب بتاعتي. ما عندكيش مفيش مشكله، عندك بسكوت مجروش ممكن توزعيه على الوش، مكسرات، قطع فواكه اللي انتي راغبه. دخلتها التلاجة مقام 3 ساعات كده لما طبقة الشوكولاتة برضو تماسكت. وطلعتها بقى بالشكل اللي انتي شايفاه ده. الطبقات كلها شربت من بعضها، وكانت دايبة بالشكل اللي انتي شايفاه، وطعمها كان تحفة اللهم بارك وخطير. وما خدتش معايا 10 دقايق، وما خدتش معايا تكلفة كبيرة جدا، وطعمها تحفة. حالة سهل وبسيط للجو اللي احنا فيه دوت، وفي الاجازات دلعي ولادك كده وهعمل لهم حاجة حلوة. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم. منتظروني في فيديو جديد في حفظ الرحمن.